اليوم في الساعة 10:30 مساء سيقوم الكون بإجراء نداء مباشر إلى روحك. قد تتحقق أمنيتك أسرع مما تتخيل، ولكن من الضروري تأكيد حضورك. انقر على رمز القلب والجمع في صورتي لجذب الطاقة الجيدة هذا الشهر. اضغط على الزر الأخضر وشاهد بعناية. اتصالك الثاني يهتز بشكل إيجابي بالنسبة لك. علق أنا أثق واستعد للبركة. وتجرؤ على تجاهل هذا التنبؤ. انقر على رمز القلب والعلامة زائد في صورتي لجذب الطاقة الجيدة. ستتمكن من فتح سلسلة من البركات التي كانت مقفلة مسبقا. الكون مستعد لمكافأتك، لكنه يحتاج إلى موافقتك. اضغط على الزر الأخضر وشاهد بعناية. إن اتصالك الثاني يفتقدك ويحتز بشكل إيجابي بالنسبة له. مخاوف المال تقترب من نهايتها. سيؤثر تدفق مالي مبارك على حياتك ويغير واقعك. اليوم في الساعة 10:30 مساء سيقوم الكون بإجراء نداء مباشر إلى روحك. قد تتحقق أمنيتك أسرع مما تتخيل، ولكن من الضروري تأكيد حضورك. انقر على رمز القلب والجمع في صورتي لجذب الطاقة الجيدة هذا الشهر. اضغط على الزر الأخضر وشاهد بعناية. اتصالك الثاني يهتز بشكل إيجابي بالنسبة لك. علق أنا أثق واستعد للبركة. نقطة تحول في حياتك العاطفية قادمة. أحد الأشخاص من الماضي على وشك العودة، ومعه شيء خطير ليخبرك به. لكن هذا الوحي لا يأتي إلا لأولئك الذين لديهم الشجاعة للمس قلوبهم والنقر على المزيد. التعليق: أنا أقبل الحب الحقيقي. انقر على الزر الأخضر وشاهد اسم جهة الاتصال الثالثة. لقد فكر هذا الشخص فيك اليوم، والكون يحاول أن يظهر لك ذلك. نقطة تحول في حياتك العاطفية قادمة. أحد الأشخاص من الماضي على وشك العودة، ومعه شيء خطير ليخبرك به. لكن هذا الوحي لا يأتي إلا لأولئك الذين لديهم الشجاعة للمس قلوبهم والنقر على المزيد. التعليق: أنا أقبل الحب الحقيقي. انقر على الزر الأخضر وشاهد اسم جهة الاتصال الثالثة. لقد فكر هذا الشخص فيك اليوم، والكون يحاول أن يظهر لك ذلك. اليوم في الساعة 10:30 مساء سيقوم الكون بإجراء نداء مباشر إلى روحك. قد تتحقق أمنيتك أسرع مما تتخيل، ولكن من الضروري تأكيد حضورك. انقر على رمز القلب والجمع في صورتي لجذب الطاقة الجيدة هذا الشهر. اضغط على الزر الأخضر وشاهد بعناية. اتصالك الثاني يهتز بشكل إيجابي بالنسبة لك. علق أنا أثق واستعد للبركة. ترى هو للحين مو ناسيك، بس يسوي نفسه قوي عشان ما يبين ضعفه. كل يوم يطالع صورتك، وكل ليل يفكر شلون يرجع يكلمك. كان بيكتب لك بس تراجع لأنه متأكد إنك زعلانة. بس أنا أقول لك هو يحنه، وقلبه للحين متعلق فيك. يحاول يقنع نفسه إنه نسى، بس روحه مربوطة فيك. يحلم فيك ويفتقد سوالفك وضحكتك. أنا جدة الطاقة، وحفيداتي يعرفون. إذا ضغطتي زر المتابعة فوق صورتي وبعدين كبستي على القلب وخليتيه أحمر واكتبي لي تحت أحس بك يا جدتي، تبين تتأكدين إن الرسالة لك. شاركي الفيديو على واتساب وشوفي ثاني اسم يطلع لك. إذا كان رجل فهذه علامة واضحة من القدر. لا تطوفين الفرصة، اضغطي متابعة وخلي الطاقة توصلك صح. إذا خليتي الصوت خاص 28 دقيقة راح توصلك مفاجأة منه بتخلي قلبك يطير. صدقيني هو للحين يحبك وبيوصلك خبر منه ما توقعتيه. الاعتراف قريب وبيفتح قلبه لك مثل أول وأكثر. إذا تبين يتغير كل شيء اكتبي أنا مستعدة في التعليقات، وخلي الكون يشتغل لصالحك، لأن بكرة يمكن تصير معجزة. هناك امرأة من السماء تريد أن تعطيك رسالة. هل تقبل؟ بوتس القلب. علق أقبل. إنها تطلب منك أن تعتني بمنزلك وبشخص مميز. اتبع هذا الملف الشخصي الآن وانقر على مشاركة. جهة الاتصال الثالثة هي من يجب عليك حمايته. في شخص مرتبط بس قلبه مو عند شريكه، قلبه عندك أنت. تبيني أقول لك من هو؟ اضغط على علامة الزائد تحت صورتي وحط قلب. هالشخص كل يوم يمر يحاول يقاوم مشاعره بس يفشل. كل مرة يشوفك ينبض قلبه بطريقة ما يفهمها. يحس إنك مختلف، إنك الشيء اللي ناقصه من زمان. ترى هو مو سعيد بعلاقته، يحس إنك الشخص اللي يقدر يفهمه، الشخص اللي يبيه يسمعه بدون ما يحكم عليه. ولعلمك هو مراقبك بصمت، ويمكن حتى تلاقينه بتعليق أو لايك قديم، بس ما قدر ياخذ خطوة لسه. علق بكلمة قدر عشان تجذبه أكثر وتخلي طاقتك توصله، ولو سويتها راح أبشرك قريب. اضغط مشاركة وأول اسم يطلع لك يحمل أول حرف من اسم اللي يحبك بصمت. وصدقني مو صدفة، هو نفس الحرف، نفس الشخص.
هالشخص بيظهر لك خلال 15 إلى 20 يوماً، وبيكون قدامك خيار: تكمل وتخلي قلبك يقوده، أو ترجع وتخليها يروح مرة ثانية. بس تأكد هذه الفرصة ما راح تتكرر. تدرين إنك هاليومين ما تطلعين من بال اثنين؟ إي والله، في اثنين يفكرون فيك ليل نهار. الأول طويل ونحيف، ستايله غريب شوي، ما يلفت من أول نظرة، بس قلبه كبير ويحملك بعيونه لو عطيه فرصة. يمشي بثقة كأن الأرض تحس بخطواته. والثاني ممتلي شوي، ضحكته دايم حاضرة، بس فيه شي غامض. إذا سكت الكل يسأل وش فيه، وإذا تكلم يخلي الكل ينصت. وتقولين لي وين الوسيم؟ أقول لك ما له داعي الوسيم إذا اللي قدامك يفهم قلبك قبل لا تفهمين نفسك. لا تستعجلين، أنا بنت الرؤية موجودة علشان أفك هاللغز عنك. واسمعي، الاثنين يبوونك بس نواياهم تختلف. تبيني أفتح لك الورق؟ اضغطي على زر المزيد فوق صورتي وحطي لايك وخلي قلبك يصير أحمر، واكتبي بالتعليقات: أنا أستقبل هالرسالة من الكون، شكراً بنت الرؤية. وتسألين كيف أعرف الرسالة لي؟ سهلة، شاركي المقطع على الواتساب وشوفي ثاني اسم يطلع لك. إذا بنت فهذه رسالة من القدر وصلت لك. الحين نرجع لهم. الأول قلبه صادق، ناوي على نية زينة، شايفك قد الدنيا ويبغى علاقة جدة. لو قربتي له ما يتركك، بيكون دايم ظهرك ويعيش معك الحلو والمر. والثاني جاي من الماضي، شخص كنتي تتمنين يكمل المشوار بس ما صار نصيب، وفي قلبك له زاوية ما انمسحت. أدري إنك محتارة، بس إحساسي يقول إن الأول هو الطريق الصح. وإذا تحسين نفس الشيء اكتبي لي تحت. أنا أختار اللي يختارني بقلبه مو بس بكلامه. ولا تنسين تابعيني علشان توصلك الرؤية الجاية، يمكن فيها الجواب اللي تنتظرينه من زمان. في واحد دايم يضحك ودايم يبين إنه عايش حياته بس وراها سالفة ما حد يدري عنها. يتواصل مع كذا وحدة بس يوم يهدى الليل ما يفكر إلا فيك، يحاول يتهرب من إحساسه بس كل مرة يرجع لك غصب. تدرين ليش؟ لأنك غير، أنت شي ما حصله عند غيرك. تبين تعرفين من هو؟ ادخلي على البروفايلي وشوفي الفيديو، راح أقول لك كل شي ما وده يطلع. بس تجهزي لأن الكلام الجاي بيغير نظرتك له كله.